السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبرني أحبة أن هذا الرويبض المدعو حذيفة الله طاهر رد عليه في مقطع الخاص بالددو، وعلى أساس أنه يدافع عنه، وهذا أمر طبيعي. يعني أهل البدع يدافعون عن بعض، يعني ولا يمكن أن تجد يعني مبتدع يعني يفضح شيخه المبتدع، وهو شيخه الددو طبعا، الذي يتبرك بالبزاق سارق التبرعات. طبعا لن أرد على ما قاله لأنه رد يعني رده تافه جدا، يعني ولا يستحق الرد يعني. ولكن أنا ألزمه بمسألة، بما أنه هو يتابع قناتي ويتابع المقاطع. قبل فترة نشرت مقطع للتيجانية. طبعا هو وضع مقطع للشيخ صالح الفوزان وهو يكفر التيجانية، فقال هذا تكفير، ولماذا يا شيخ صالح الفوزان تكفر المسلمين؟ التيجانية عنده مسلمين. فرددت عليه وقلت له إذا كان هذا تكفير وطعن، تفضل اطعن في شيخكم الأكبر الغماري. فتهرب من المقطع وكأنه لم يراه. لماذا يعني هذا الانتقائية؟ لماذا؟ ليش هذه الانتقائية؟ وأنا أجزم أنه رأى المقطع ولا يستطيع الرد عليه، وأنا أتحداه الآن سيرى هذا المقطع. أتحداك يا هراب يا فراب أنك تذهب وترد على مقطع تكفير الغماري، شيخكم الصوفي الأكبر الغماري، للتيجاني والتيجانية، بل وصف التيجانية بأبشع الأوصاف. والمقطع موجود في قناتي على الفيسبوك واليوتيوب، شاهدوه. ولم يرد عليه وكأنه غير موجود هذا المقطع أبدا، وأنا أتحداكم أنه سيرد عليه. والسلام عليكم.